السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهاردة حلقة جديدة من قناة بناتي حياتي، هنعمل فيها الزبادي السادة والزبادي بالفواكه. تابع معايا الفيديو عشان هقولك على تركة هتخلي الزبادي بتاعك يبقى متماسك. ويلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. وقبل ما نبتدي نقول بسم الله. معانا كيلو لبن يكون بلدي، ومعانا كمان زبدية. كيلو اللبن بياخد واحدة زبدية بلدي. ومعانا اي نوع فاكهة انتي حباه، فراولة، خوخ، مانجا، توت، اي نوع هنعمله بنفس الطريقة. هنجيب الفاكهة بتاعتنا الاول ونغسلها كويس وبعد كده نقطعها. انا هنا عملت بالفراولة، بدأت اقطع الفراولة لقطع صغيرة حسب الكمية اللي انا محتاجاها. وبعد كده هبتدي احط عليها شوية سكر، واسيبها شوية لمدة 10 دقايق كده تكون الفاكهة نزلت المية اللي فيها. وبعد كده احطها على النار هادية لغاية لما الفاكهة تتشرب كل المية وتبتدي تعملي كده قبل يعني كأني بعمل المربى، بس قبل ما تقعد مع نفسها كده بسيبها تكون يعني سايلة شوية. بالنسبة للبن بتاعنا هبتدي احط عليه معلقة نشا، ودي التركة اللي بتخلي الزبادي عندي متماسك. هبتدي احط معلقة من النشا وعليه شوية من اللبن قبل ما اغليه، وبعد كده اقلب كويس النشا بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي كلاكيع خالص. وبعد ما اقلب النشا بتاعي مع اللبن ارجعه تاني للبن واقلبه كويس، وبعد كده احطه على نار هادية لغاية لما اللبن بتاعي يبتدي يغلي. اول ما اللبن بتاعي يبتدي يغلي بسيبه لغاية ما يهدى شوية واخلي اللبن بتاعي دافي عشان استخدمه. بعد كده نبص على الفراولة ونقلبها لغاية لما تتشرب المية بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده الفراولة خلصت. بعد كده هبتدي استخدم اللبن بتاعي اللي هو الدافي، ما يكونش سخن، لازم يكون اللبن بتاعي دافي. هستخدم عليه كيلو لبن، هستخدم عليه علبة زبادي بلدي. هاخد الزبدية الاول ابتدي اقلبها كويس في الكوباية، وبعد كده اضيف عليها شوية من اللبن الدافي واقلبها معاها وارجعها بعد كده تاني لكيلو اللبن وافضل اقلب فيها. بعد كده هبتدي احضر بقى الكوبايات بتاعتي. احط بقى في الكوبايات بتاعتي معلقتين من الفاكهة اللي انا عملتها، اي نوع بقى فاكهة انا عملتها سواء فراولة، مانجا، توت، حتى خوخ، اي نوع من الفاكهة اعملها بنفس الطريقة برضو. وبعد كده احطها بقى في الكوبايات بتاعتي وابتدي احط الزبادي، خليط الزبادي مع اللبن اللي انا عملته، واصب في الكوبايات بتاعتي. بعد كده ابتدي اخد الكوبايات بتاعتي احطها في صينية واغطيها بفوطة، اغطيها كويس قوي. وبعد كده اكون مشغلة الفرن يعني قبلها مفيش يعني 5 دقايق كده، بس الفرن يبقى دافي وبعد كده اطفي عليه.
وبعد كده بعد ما غطيت الكوبايات بتاعتي بفوطة ابتدي احطها في الفرن واسيبها بقى لمدة 4 ساعات. بعد 4 ساعات تقدري تاخدي الزبادي وتحطيه في التلاجة، وبعد كده يجمد شوية بس، وبعد كده تقدري تاكليه بألف هنا وشفا. وده تقريبا بعد 4 ساعات هبتدي افتح على الزبادي عشان اشوفه معاكم. زي ما احنا شايفين ان الزبادي متماسك اهو. هبتدي بقى ادخله بقى في التلاجة يعني يسقع شوية، وبعد كده نبتدي ناكله بألف هنا وشفا. يا رب يكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا وشفا.